طبعا هنا اليوم بدي أورجيكم يوم الأحد في ألمانيا كيف بيكون شكله. عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا فيكم في رحلة جديدة. تخيلوا تمشوا في مدينة كاملة وما تسمعوا فيها أي صوت. الهدوء هنا حرفيا بيفصلك عن ضجة العالم الخارجي. أنا اليوم في مدينة فونزيدل في ألمانيا، واحدة من أجمل المدن في ريف بافاريا الألمانية. اليوم هو الأحد، وتحديدا عطلة عيد الفصح أو عطلة عيد يوم القيامة أو عيد البيض أو عيد شم النسيم زي ما بقولوها إخواننا المصريين. يعني المدينة بأكملها في حالة سكون والمحلات مغلقة تماما. في هذا الفلوج رح نأخذكم في جولة هادية ومريحة للأعصاب. رح نستكشف هنا الشوارع القديمة وسحر الطبيعة الألمانية عشان ننقل لكم التجربة وكأنكم ماشيين معنا. خليكم معي لنهاية الفيديو حتى تشوفوا كيف تبدو الحياة في ريف ألمانيا أيام العطل. وأهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في بادي إكسبلور. السلام عليكم. تخيلوا تشتروا كاميرا جديدة بدكم تصوروا فيها تلاقي الدنيا كلها مسكرة. يوم الأحد هو عطلة رسمية بألمانيا، والآن يصادف يوم الأحد أحد أيام عطلة عيد الفصح، عطلة برو ماكس. والله في حركة سير كثير بالنسبة ليوم الأحد يا جماعة الخير. يا وينكم انتوا؟ مش حدا ولا ايش؟ منطقة فونزيدل تعتبر هي العاصمة الساحرة لسلسلة جبال الفيشتلجيبيجي. هذا المكان عبارة عن محمية طبيعية ضخمة مساحتها فوق 1000 كيلومتر مربع. طبعا عدد سكان فونزيدل يبلغ إلى تقريبا 10,000 نسمة، وفيها متاهة صخور لويزنبورغ، وهاي المتاهة هي أكبر متاهة صخرية أوروبية، طبعا عمرها آلاف السنين. الشوارع بتكون مطفية اوفلاين، الدنيا كلياتها شو نايمة. واليوم سامعين الكنائس عندهم يوم الأحد كمان مقدس، عطلة عادي كل أحد. واليوم جاي إنه يصادف عيد الفصح تبعهم هذا اللي هو عطلة من يوم الجمعة للاثنين، يعني جاي عطلة برو ماكس. يعني عارفين شو يعني؟ رهيب جدا. فلذلك أنا كنت خليني أمشي أورجيكم الشوارع، نتفرج هيك على الشوارع ونشوف الفضاوة اللي احنا فيها والمنطقة هاي. والمنطقة هاي اللي أنا فيها موجود فيها منطقة طبيعية، يعني فيها مناطق حلوة. بنشوف نحاول نشوف على وسط البلد اللي أنا فيها، أورجيكم شو في تشوفوا بوسط البلد، ومنشوف شو هم عاملين. وبدي أشوف ألاقي إذا بلاقي شيء يكون فاتح، مثلا بعض المخابز اللي بتكون فاتحة ولكن لوقت معين، يعني فقط 3-4 ساعات بالكثير، أو من الساعة 7 للساعة 11. فكنت خليني أخذكم معي بمشوار نشوف المنطقة اللي أنا عايش فيها، ونتكلم شوي مع بعض عن شو بنشوف، وعن مثلا أيام الأحد هاي شو فيها. أيام الأحد زي ما قلت لكم عطلة رسمية. اسكت ولا. هاي البيوت منها الجديد ومنها القديم، منها البيوت الخاصة ومنها البيوت اللي السكن، يعني اللي ساكنين فيها أكثر من شخص. وهون المشكلة أيام يوم الأحد، يعني في ناس ما بتلتزم. تعرفوا ألمانيا فيها إيش؟ فيها ألمانيا أجانب كثير، ما كثير بيلتزموا بالهدوء تبع يوم الأحد، فكثير بتلاقي مشاكل بالعمارات اللي فيها ناس ساكنة كثير. مثلا يعني الناس اللي بتيجي من مختلف أنحاء العالم، في منهم مرات يعني بمشكله شوية، يعني بتلاقيه هيك بيقعد يعمل شوية إزعاج. هسا شو يوم الأحد معناها؟ إنك ممنوع مثلا تفتح الراديو على صوت عالي، أو تسمع موسيقى صوت عالي، أو تسمع التلفزيون بصوت عالي تزعج الجيران. ممنوع مثلا تضرب مسمار بالجدار، ممنوع تجيب دريل وتقعد تعمل خرم بالجدار. هاي الأمور كلياتها ممنوعة. حتى كمان في بعض الجيمر اللي بيواجهوا بمشاكل إذا بكون قاعد بيلعب وبيسجل وبيعمل يعني بيعمل شو، بيرفع صوته وبيعمل رياكشن وهو قاعد يلعب، ما بتشوف إلا الجار قاعد بيرن عليه وبقول له يا صاحبنا هدي شوي هدي. فكثير بتشوف مشاكل، بتلاقي جايبوا لك الشرطة، الجرس بيرن وجايبين لك الشرطة. فهاي الأمور كلياتها موجودة هنا. يعني هنا بالنسبة لهم يوم الأحد هو يوم مقدس فعلا، ممنوع تعمل فيه يعني إزعاج. طبعا هذا الشارع يا جماعة الخير يعد من الشوارع الرئيسية اللي موجودة بالمدينة الصغيرة عندي. طبعا المدينة اللي عندي فعلا صغيرة جدا يا جماعة الخير. فهناك المنطقة اللي بيكون موجود فيها المحلات اللي بدي أروح أشوف إذا المخبز فيها موجود ولا لأ، أو فاتح ولا لأ. المنطقة اللي أنا فيها هيك عبارة يعني عن منطقة صغيرة صراحة، يعني منطقة رهيبة جدا وهادية. ما في هنا شيء اسمه حياة الليل، يعني ما في شيء بالليل بيكون فاتح. يعني إذا بدك شيء تشتري بالليل شغلة عملة، ما في شيء صراحة. اللي فيها إنه المحلات خلاص عندهم دوام رسمي، مثلا للساعة 8 عندهم دوام رسمي،
وبعدين خلاص بيسكروا. بيهتموا يعني بحقوق العمال والمواعيد الرسمية والهدوء والخصوصية، وهاي الأمور كلياتها صراحة هاي عندهم مهمة جدا صراحة، ما فيش نقاش فيها يعني. وطبعا يعني إذا بتقول للناس واحد تقعد تتناقش مع ألماني بتقعد تقول له مثلا إنه محلات ليه بتسكر هنا بدري عندكم وهاي الأمور كلياتها، فبقول لك طبعا عادي شيء يعني كويس، لانه العمال اللي بيشتغلوا بالمحل هذا اللي بدك اياه انت يضلوا فاتح لطول الليل لازمهم راحه، يعني هذول برضو بني ادمين زي ما بقول لك. في عنا في فونزيدل كمان أبراج، ومنها أبراج تاريخية صامدة من القرن الخامس عشر. هنا مكان للاطفال، هنا بيلعبوا الاطفال، مكان واحد بيقدر يلعب فيه يجيب أطفاله. هنا بنوا لهم هنا من جديد صراحة مكان كرة القدم، هذا ملعب كرة القدم بيلعبوا فيه الأطفال. وفي ورا هناك مكان للأطفال للجرابيح ومراجيح ويلعبوا بالرمل إلى آخره. هسا عيد الفصح كمان هو بيزينوا فيه يعني البيض، بيرسموا على البيض ألوان بلونوا البيض، فبيزينوا بيض وأرانب. فأنا مش عارف شو قصة موضوع البيض والأرانب، شو دخل الأرنب بالبيض. فمش عارف صراحة، ما حبيتش أتعمق في هذا الموضوع. كل تخليني فقط أذكر لكم هاي المعلومة. طبعا مدينة فونزيدل كمان تعتبر مدينة النوافير، فيها 34 نافورة مي، رح نشوف واحدة منها أو ثنتين بهذا الفيديو، وهي مشهورة جدا فيها. وفي عنا هنا حدث سنوي، إيفنت بيعملوا تزيين لهذه النوافير، إن شاء الله رح نصورها بالفيديوهات القادمة. وهنا احنا وصلنا للنورما، المنطقة هاي أو المحل هذا اسمه نورما، في داخله بيكا. البيكا شو هو؟ مخبز. هايو زي ما انتم شايفين بيكا مخبز شكله فاتح. خلينا نروح نجيب فطور، الساعة 11 صارت. كالفطور فطور ايش يا ابني؟ شو بنلاقي؟ شوف كله مسكر، يعني هنا كله مسكر الا المخبز الساعة 11 يمكن. هذا اذا بلاقي عندهم شيء اصلا، اذا بكونوا مخلصين ولا لا، لانه بهذا الوقت بيكونوا تقريبا مخلصين، يعني بعد الساعة 11 خلاص بيكفلوا. الو Ich nehme bitte 2 Käsebrezen. Sehr gut. Und ich nehme 2 normale Brezen. Und 2 Ja. einfache ohne alles. Ja. 13 Euro bitte genau. 13 Euro, okay. Mach mal 14. Dankeschön. Ja. 36. Dankeschön. Danke auch. So. ebenso, danke, ciao. ciao ciao. اشتريت هيني زي ما انتم شايفين هذا خبز. يعني صراحة لقينا عندهم كم شغلة وزبطنا أكل اليوم. لا مش أكل اليوم، يعني الفطور هذا بس. هون زي ما انتم شايفين هذا البيض المزين بعيد الفصح عندهم. هاي كل الناس مزينة، شوفوا الشبابيك كمان مزينة هنا. وهنا بنشوف شو بقدر نشوف. هنا نلاقي، ممكن نلاقي قدام في زي ينابيع مية ونافورات مية بيزينوهن عادة، يعني بيزينوها بكمان حسب العيد اللي موجود حاليا. عندنا عيد البيض بيزينوها بيض وأرانب ومش عارف شو، هلا بورجيكم إياها. في عندنا كمان هنا بهاي المنطقة اسمها برونن فيست. برونن فيست معناها عيد الينابيع هاي، وبيزينوها برضو في اللي يعني البلد بتعمل لناس هيك مجموعات، كل مجموعة بتهتم ببرونن معين بتزينه. عارفين كيف؟ يعني كل مجموعة بتهتم انها تزين برونن معين اللي هو هذا نافورة المي هذه. وهنا عندنا هاي المنطقة معروفة انها فيها كثير برونن، يعني فيها كثير نوافير مي عاملينهن زي ما انتم شايفين قدام. هلا بنروح عليها مزينينها فعلا أرانب وبيض والحالة حالة. لأن هذا الشارع اللي ماشي فيه يعتبر وسط البلد. تخيلوا هذه هذه هي البلد اللي أنا عايش فيها، بلد صغيرة والله، صغنونة جدا. فهذا هو وسط البلد. هذا الشارع رهيب جدا لوسط البلد، يعني بوديك على الماركت اللي هو وسط البلد. فهون زي ما انتم شايفين هاي الأرانب، شوفوا هذا البرونن. طبعا كل واحد عامل هنا دعاية مثلا اللي زينوها، مكتوب اسمهم عليها. هون كاتبين لك عيد فصح سعيد. وهين أرنب قاعد بيسوق بسكليت.
يا زلمة أنا ما عنديش بسكليت، يعني يالك أنت عندك بسكليت. وأنا هلأ شو بدي أكمل مشي وأروح على البنك تبعي. البنك تبعي هناك بالبناية الصفراء هذه. بديش أسحب فلوس صراحة، بدي أروح أحط فلوس، يعني شايفين. وهنا الماركت، أو اللي بيسموه بالألماني الماركت، جاي على اليمين. شوفوا الماركت، طبعا أكيد كل شيء مسكر، حتى كمان تبع البوظة مسكر. هنا هذا بيبيع بوظة مسكر. هنا بكون الناس قاعدة وتتشمس وتاكل بوظة. وهون وسط البلد. هون أنا حاليا بوسط البلد، هنا وسط البلد. وهنا في بتقدر هنا اللي بتعملوا الهويات والجوازات، يعني خلينا نقول نسميها الرات هاوس، اللي هي زي البلدية يعني. وهاي الكنيسة الكبيرة تبعت البلد. وهون دائما عندنا منطقة عمل يا زلمة، والله العظيم عندنا هنا منطقة عمل، يعني بيخلصوا الشغل طلع كل شيء، طلع هذا حتى هذا وين صافف، طلع هذا وين صافف. وهلا بدي اروح هنا على البنك تبعي اشوف نظبط امورنا. لحظة شوي نحط الخبزات هنا يا جماعة الخير. ندفع 50 يورو. يا سلام. انك بدك تدفع على حسابك، بيقولوا لك نعم. خلينا نشقلب، بقول لك نعم ادفع الحساب. هون بيفتح عنا تحط الفلوس هنا، فخ شليسن، فبيسكر بقعد يعد، فبتطلع لنا هنا انه قاعد بنعد. فبقول لك 50 يورو، بتقول له نعم صحيح، فبتأكد انت انه 50 يورو. فبيسألك بدك وصل، فانا ما بدي وصل، يعني ما في شيء بضيع. فبقول له لا ما بدي، فبينطيني الكارت تبعي وخلاص بدخلهن على حسابك وسلامتكم. هي كان نسيت الخبزات، هي راح الاكل. وهي خلصنا. ها، فبتمنى انا ان الصوت يكون جميل، لانه صراحه عندنا رياح. تعرفوا منطقه بافاريا هنا منطقه طبيعيه، ومنطقه مفتوحه، ومنطقه يعني فيها رياح دائما. والثلوج اول ناس بتوصلنا احنا، يعني جاي منطقه فيها ثلجيه، وحتى كمان في جبال عندنا قريبه علينا جدا، اول شيء بينزل عليها هناك الثلوج، يعني اول ناس. فشو بدنا نعمل؟ الحمد لله يعني. فهذا هو الشارع كمان اللي بيطلعك من المدينة بيوديك على مثلا إيديكا. إيديكا هي عبارة عن مكان الواحد بيقدر يشتري منه شغلات للأكل والشرب، يعني زي سوبر ماركت. فلكن يعني اليوم الأحد مسكر. والمشكلة إنه بكرة برضو عطلة. دائما هنا قبل أيام العطلة وبعد أيام العطلة الناس بتلاقيها بتروح تشتري بشكل جنوني. بصراحة في حركة سير أنا ما كنت متوقعها صراحة، أنا ما كنت متوقعها. هون الدوار عندنا، هنا إيديكا، الدنيا كلها مسكرة. طبعا الناس كمان بتستغل يوم الأحد إنها تطلع تتمشى، خصوصا إذا كان يعني شمس زي اليوم. الناس لما تكون عندها عطلة، وتكون عندها عطلة برو ماكس والدنيا شمس، أكيد بتلاقي في حركة أكثر من اللزوم. بتلاقي هنا ناس كمان طالعين بالدراجات بالبسكليتات وبتشمسوا برضو كمان مع أطفالهم، يعني حتى يستمتعوا شوي بالشمس، لأنه الشمس عندنا قليلة جدا صراحة. وشوفوا الجبل هذا اللي طالعه أنا يعني صراحة بيقطع النفس تمارين. فأنا مروح الآن على البيت، بتمنى إنه عجبكم الفلوج. طبعا زي ما أنتم شايفين في بعض المناطق عندنا هنا أو الشوارع فيها لسه المية موجودة، يعني شوفوا لسه ماطرة امبارح. يعني في عندنا هنا المنطقة دائما بحطوا فيها طواحين هواء، لأنها منطقة زي ما قلت لكم يعني فيها هواء، وفيها منطقة هوائية كثير صراحة. فبيستغلوا هذا الشيء طبعا، يولدوا كهرباء عن طريق الهواء. هنا رياح شديدة جدا، بتمنى انه الصوت يكون جيد. يا ريت يعني تكتبوا لي شو بدكم تشوفوا من فلوجات، شو في عندكم أسئلة بقدر أجاوبكم عليها بالفيديوهات القادمة. بتمنى إنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء أول بأول. يعطيكم العافية.